هنيجي هنا بقى لفقرة بابا وماما كبروا في السن ومحتاجين حد يراعيهم. قيس على ده بقى مشاكل كتيرة قوي بتواجهنا. أولها إن الأب والأم دول بيبقى عندهم أكتر من طفل، يعني عندهم أكتر من ابن وكل واحد مشغول بحياته ومشغول بمشاكله، وكل واحد متجوز، وفي اللي مراته لا مش عايزة تشيلها بابا، أنا أشيل باباك ليه، أختك الأولى. وفي ناس تانية مش فارق معاهم أهاليهم أصلا، وفي ناس تانية حنينة. طيب لو احنا جينا نقسم الموضوع ان مين من حقه يشيل الاب والام لما يكبروا، هنلاقي ان من حق الولد والبنت يشيلوا ابوهم. الكفالة على مين؟ الكفالة على الولد، ان هو يتكفل بمصاريف باباه لان هو الراجل مش الست. الناس بقت تحسبها ازاي دلوقتي؟ هو انا لو جبت باباك او نزلت خدمت باباك ولا خدمت مامتك، انا حياتي هتبوظ، انا عايزه اعيش حياتي، انا عندي ولادي وعايزه اعيش حياتي، هعمل ايه؟ طب تعالى نقسم الايام، اخوك ياخد يومين وانا اخد يومين واختك تاخد 3 ايام، ما هو انا مش هشيل الليله كلها لوحدي. ده الكلام المتداول. نيجي بعد ما نقسم الايام المشاكل تظهر. شفت اخوك جاب اكل ايه لباباك النهارده؟ لا 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 مش زي، شوف انت عمالي تصرف، انت عمالي تصرف على باباك واحنا اولى بالفلوس دي كلها. ما هي اختك ما بتطبخش لباباك نفس الاكل ده. لا 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 نمشي على قدنا. هو مرتبك هيكفي ان انت تاكل باباك ومامتك؟ هي دي هتبقى عيشه؟ ده الكلام اللي احنا بنسمعه. بصي، هو انت مش مطالبه اصلا ان انت تشيلي حماكي ولا حماتك، دينيا انت مش مطالبه، وده بالعقل لو احنا اتكلمنا بالعقل. طب تعالوا بقى نبص على الحته اللي ناس كتير قوي مش شايفاها واللي هتندم لما تشوفها. تعرفي ان بابا ومامته اصلا انت مش ملزمه بيهم ولا ملزمه تخدميهم ولا تعملي لهم اي حاجه، في الدين بيقول كده. طيب تعالوا بقى نبص على الحته اللي الناس كلها مش شايفاها، ولو شافتها هتخاف قوي وتقول يا ريت هو انا ليه ما عملتش كده. لو احنا هنتكلم بقلبنا ونتكلم بعلاقتنا بربنا وان احنا الحاجات دي مش شايفينها، هو ان ازاي انا يبقى عندي حد كبير قوي في السن كده محتاج رعاية وانا مش واخدة بالي. انا بالنسبة لي الناس دي كنز. عارفة يعني ايه يبقى في مرحلة، عارفة الكنز المؤقت؟ بابا ومامته دول عايشين كام سنة؟ سنة، 2، 3، 10. تخيلي ان واحد كبير في السن او واحدة كبيرة في السن رجع التاني زي ما هي صغيرة، لا عارفة تاكل ولا عارفة تشرب ولا عارفة حد يديها الدواء. تخيلي انتي لو أخدتي الشخص ده يقعد معاكي ببيتك أو ساعدتيه وقعدتي انتي معاه أو أيا كان الوضع وقلبك كان عليه، انتي واحدة واحدة هتبقي مش عايزة حد ينافسك في الخير ده، هتبقي عايزة تاخديه كله لوحده. على فكرة كلنا عندنا التزامات وكلنا عندنا بيت ونفسنا نعيش الحياة ومش عايزين نأجل تمارين ولادنا ومش عايزين نبوظ حياتنا. أصل ابني في ثانوية عامة، أصل أنا مش هعرف، أصل أنا باباك محتاج أكل معين أعمله. كل الحاجات دي حاجات دنيوية. في حاجات أكبر من كده. انت هتحسي ان انت بتعملي حاجة بينك وبين ربنا، وده باب فتحولك انت مش شايفاه، وخاصة ان ده اجتهاد منك انت مش ملزمة بيه. انت هتشوفي بركة ببيتك عمرك ما شفتيها قبل كده. ولادك ان انت عمالة تعلميهم خلوا بالكم مني لما اكبر في السن، اوعوا ترموني في الشارع، هم هيشوفوا قصة حقيقية من غير ما انت ليكي دور فيها، من غير ما انت تقعدي تمليها عليهم. هم هيشوفوكي قد ايه بتراعي باباكي، بتراعي مامتك، بتراعي حماكي، بتراعي حماتك. انت بتديهم درس عملي في حياتك وانت مش حاسة. انت الدايرة هتتعاد عليكي تاني والسيناريو هيبقى هو السيناريو. فاختاري السيناريو الأنسب ليكي، السيناريو اللي انت تحبي تكوني موجودة فيه وكل اللي انت تتمنيه جواه، ولا السيناريو التاني اللي انت بتعمليه دلوقتي. وثقي ان اي حاجة بتعمليها دلوقتي هي هتتعاد تاني، مش بعد سنين كتير، لا قريب قوي. عملتي الخير هتلاقيه، أولادك هيطلعوا يعملوه معاكي. ما تمنيتيش الخير فالأحداث هتتعاد معاكي بس بشكل مش هيعجبك لما تكبري.